فاش كنهضروا على افلام رعب بحال ايميلي روز بزاف كيحسب لهم باللي داكشي غير الخيال ديال السينما، ولكن الحقيقه كترعب كثر، حيت هذا الفيلم مبني على قصه واقعيه ديال بنت المانيه سميتها انيليس ميشيل. قصه بدات بابتسامه وانتهت بالرعب وخلت العالم كامل كيتساءل واش الجن يقدر فعلا يسيطر على جسد بنادم حتى يقتلو. الا كنتي اول مره كتشوف هاد القناه وعزيز عليك فحال هاد المحتوى، اضغط على زر الاشتراك وانضم للعائله. ما تنساش لايك كدعم للمحتوى. ودابا ندخلوا في التفاصيل. تزادت انيليس ميشيل في المانيا عام 1952 في عائله كاثوليكيه متدينه. عاشت حياه طبيعيه حتى وصلت لسن 16 عام. فين بداو كيبانوا عليه اعراض غريبه بحال الرعده الشديده وفقدان السيطره على حركه بعض الاطراف من جسمها. داكشي علاش والديها دخلوها للسبيطار باش تاخذ العلاج اللازم، ولكن حالتها بقات كتدهور وبدات كتشوف خيالات ديال وجوه غريبه كيشوفوا فيها، وكتسمع اصوات الغوات مرعبه في راسها كيقولوا لها بلي غادي تحترق في جهنم. وسط الحصص العلاج النفسي قالت انيليس للطبيب ديالها بلي جسدها مسكون وبلي الاصوات الغريبه بدات كتامرها دير شي افعال ما بغاش تعملهم، ولكن الطبيب ديالها فسر هضرت على انها مجرد هلوسه، وهادشي خلى انيليس تفقد الامل في العلاج الطبي وبدات كتطالب باش تعالج عن طريق حصص طرد الارواح في الكنيسه. والديها طلبوا بزاف من القساوس باش يديروا ليها عمليه اخراج الجن من الجسم ديالها، ولكن الطلب ديالهم ترفض 2 مرات حيت الكنيسه عندها معايير خاص باش تعترف باللي شي شخص فعلا مسكون. من الاهم هاد المعايير او الشروط خاص الشخص يبين كره والنفور كبير من رموز دينيه، او يهضر باللغه اجنبيه هو ولا عائلته ما كيعرفوا فيها والو، او تولي عندها قوه خارقه وغريبه. حالة انيليس بدات كتدهور وكترجع للور، ولات كتعاير وتسب في افراد عائلتها وكتعض اي واحد حاول يقرب منها. ما بقاتش كاع كتاكل حيت قالت بلي الجن اللي ساكنه هو اللي منعها. ولات كتغطى حوايجها وتنعس فوق الارض وتاكل العناكب والدبان. ولات كتغوت واحد الهستيريا لساعات طويله وكتفرقع اي صليب لقاتو قدامها. وزياده على هادشي ولات كتحاول تعض وتاكل حتى من لحمها وكتبول حشاكم فوق الارض ديال البيت. وبعض المرات كانت كتشرب بالبول ديالها. بسبب هاد الحاله اللي وصلت ليها الكنيسه وافقت اخيرا باش يديروا ليها الحصص طرد الجن من جسدها. وبين عام 1975 و 1976 كانوا كيديروا ليها حصه ولا 2 في الاسبوع. وفي دوك الحصص انيليس قالت بلي جسدها من طرف 6 ديال الارواح الشريره او اكثر، ومن بينهم الروح ديال قابيل ونيرون وهتلر. واخا انيليس بدات كتحس بشويه ديال الراحه مور الحصص ديال الكنيسه، ولكن ما براتش بالمره حيت كتحضر ليها ديما نوبات هستيريه قويه كتشبه للصراع كيتجمع فيها جسمها بحال اللي فيها شلل وكتفقد الوعي. حصص طرد الجن بالكنيسه بقات مستمره لشهور، وغالبا كانوا كيحضروا فيها نفس الناس، قساوس ووالديها وبعض المرات حتى المصلين. قساوس سجلوا داكشي اللي كان كيوقع في 40 شريط صوتي في مده 10 شهور. انيليس كانت بعض المرات كتخرج على السيطره في وسط الحصص، كانوا كيخصوا 3 ديال الرجال الصحاح باش يقدروا يشدوا فيها، واخا الوزن ديالها ما بقاش فايت 40 كيلوغرام، ومرات كانوا كيضطروا يربطوها بالسلاسل. دارت اخر حصه في 30 يوليو 1976، وفي هذه الفتره كانت انيليس سخفت وتقاضى جهدها بالمره. كانت مريضه بالريه وفيها السخانه بزاف، وزياده على هادشي ولات ضعيفه ونحيفه لواحد الدرجه كبيره حيت بقات مده طويله بلا ماكله. اخر جمله قالتها في الحصه الاخرى هي التوسل من اجل المغفره. وفي العشيه ديال ديك النهار دارت انيليس عند امها لاخر مره وقالت ليها بصوت كيرعد: ماما راني خايفه. كانت هذه هي اخر كلمه نطقت بها قبل ما تموت في نفس الليله. البوليس شدوا قساوسه بجوج اللي داروا حصص طرد الجن، ومعهم حتى والديها بتهمه الاهمال اللي ادى للموت. حسب التقرير ديال البوليس السبب الرئيسي وفاه انيس كان هو الجوع، حيت بقات مده طويله بلا ماكله. قالوا باللي كون بزوا عليها تاكل غير سيمانه قبل ما تموت كون قدروا ينقذوا حياتها. في الوقت المحكمه الاخت انيس قالت باللي اختها كانت كتكره السبيطار حيت كانوا كيبزوا عليها الدواء والماكله. وطلقوا في المحكمه شي تسجيلات من دوك الاشرطه ديال الكنيسه اللي فيهم جمل وعبار غريبه. مثلا كان فيها واحد الحوار داير بحال شي جوج مدابزين بين جوج ديال الجن على شكون فيهم اللي خصو يخرج الاول من جسد انيليس. كانوا كيهضروا بصوت ديال الرجال وبلهجه غريبه، ولكن طبيب الناس اللي جابته المحكمه باش يحلل الحاله العلميه قال باللي انيليس كانت كتعاني من اضطراب نفسي حاد وكان ممكن تعيش كون داوها للسبيطار سيمانه قبل وفاتها. وعلى هادشي هذا المحكمه حكمت للوالدين والقساوس باللي هما المذنبين وعطاتهم 6 شهور ديال الحبس مع وقوف التنفيذ لكل واحد فيهم. مور ما ماتت بزاف ديال الناس ولاو كيشوفوا انيليس بحال شي قديسه، والقبر ديالها ولا مزار كيقصدوه الزوار. قصه بقات شاغله بال العالم وتصورت في بزاف ديال الافلام. Ja, aber die wenigste beten. Ja, und in Kirche wird am allerwenigsten gebeten, weil die Herrn Pfarrer ja das für unmodern halten. Ja, ja, gegen uns. Ja,
Der Rosenkrantz eine gewaltige Macht über den Ja! Aber das glauben nicht viele. Die halten es ja nur als Weiberzeug. Zum Glück. Wer ist da schuld daran? Ja. Wir.